هاكل ايه؟ يعني ايه هاكل ايه؟ ما تاكل اي حاجه يا عم. ما تاكل قطعه جبنه قريش بحالها بالمعلقه، ما تاكل طبق السلطه زي الناس، ما طبق الفول بالشوكه عليه شويه زيت الزيتون الحلوين وزي الفل. ايه المشكله؟ يعني ليه احنا بنعقد الامور؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده في موسوعه خدعوك فقالوا الموضوع مش كومنت بسيط، هو الموضوع اكبر من كده بشويه. من يومين ثلاثه اتكلمت عن ان الاف دي اي او منظمه الصحه والغذاء اخترعوا، او مش اخترعوا، لا هم وافقوا على علاج للفيبروميالجيا، وقالوا ان هو ده اللي هيخلص الكون من مشاكل الفيبروميالجيا والحاجات اللي زي كده. طيب تعالوا نبدا من الاول خالص ونفهم يعني ايه فيبروميالجيا، او يعني ايه روماتويد، او يعني ايه مرض مناعي. لان كل الاطباء بيصنفوا ان الفيبروميالجيا او الروماتويد او اللي هي الذئبه الحمراء، الاكزيما الصدفيه، كل دي امراض مناعيه. الطب العربي الاصيل ما بيقولش كده خالص. الطب العربي الاصيل بيقول ان الامراض دي هي امراض ناتجه عن مشاكل في المعده، وادت الى اختلال خلايا، فبداوا يتناحروا مع بعض. تعال نفهم يعني ايه الاول الفرق ما بين البلغم والمخاط، علشان انا هذكر كلمه بلغم دي كتير قوي. المخاط ده لما حد يكون عنده برد او فيروس او انفلونزا، فيحصل لكرات الدم البيضاء تبدا تقوم بالدور بتاعها اللي هو المهام الدفاعي، فتاخد الجيش بتاعها وتروح تحوط الفيروس، فيبدا يظهر المخاط ناتج عن الاختلال الوظيفي ما بين الاثنين، اللي هو ان كرات الدم البيضاء بتقتل الفيروسات فبيظهر الناتج ده. لكن البلغم ده هو عباره عن غذاء اكل تم اكله ولم يتم هضمه بطريقه صحيحه، وغذاء لم يصادف درجه الحراره المناسبه لهضمه. زي ما حضرتك مثلا جبت قطعه فرخه حطيتها في ميه مسلوقه اتسلقت بدات تتاكل، لكن لو غير كده انت مش هتقدر تاكلها نيه. بالتالي هو الجسم بالظبط، قطعه الغذاء دخلت عن طريق الفم، صدفت الحراره المناسبه، الحراره الغرائزيه بتاعه الجسم ان هي تهضمها او تحولها الى غذاء وجلوكوز، والانسولين يدخلها للخلايا، الخلايا تبدا تحولها لطاقه وتتحرك والشريط يمشي. طيب لو هي ما قابلتش درجه الحراره المناسبه دي، تبدا حاجه تتكون، حاجه اسمها بلاغم. البلاغم دي اللي هو زي ما احنا قلنا اللي هو الهضم الذي لم يكتمل. طيب البلغم ده بيجي عند جزء معين، معلش خليكم معايا عشان نمشي تكه تكه. الطب العربي الاصيل والطب الكيميائي والطب الحالي متفقين في نقطه واحده، دي اللي هنوصل لها، وبعد كده بيرجعوا يختلفوا مره تانية. لو قلنا مثلا ان المعده هي زي المصنع، ماشي كده، مصنع نسيج. مصنع نسيج ده انا بديله خيط، لو اديت له خيط حرير هيطلع لي قطعه حرير غاليه الثمن. لو اديت له قطعه خيط، بكره خيط قماش عادي او كتان او كده، هيطلع لي عيش قماش عادي. طب لو اديته خيط من الزباله هيطلع لي قماش من الزباله. يبقى بالتالي برضو نفس الوضع. المعده لو انا اديتها اكل صحي سيستميكال عن طريق المعده، اكل صحي، بالتالي هيطلع لي خليه مطابقه بالظبط للخلايا اللي ربنا خلقها عليها. كل خليه لها باسورد وباركود معقد جدا. لما انا بدخل اكل غير صحي، المعده بتطلع خلايا غير مطابقه او مشابهه للخلايا اللي موجوده في الجسم. بالتالي الخليه الاولى اللي هي الاصل، لما يدخل عليها خليه جايه من بره المعده انتجتها بس غير مطابقه للمواصفات، يبداوا يتناحروا ويتشابكوا ويحصل خلاف، وبنقول عليه هو هنا الخلاف المناعي. كده يبقى وصلنا لنقطه التلاقي، اللي هي بتقول ان في الدكتور الاول، في دكتور اسمه فيليبس، ده دكتور امريكي، هو جاب الموضوع من الناحيتين. هو انا حتى كاتب اللي هو اللي قاله، يقول اذا ذهب البلغم الى الانف سبب التهاب الجيوب الانفيه، واذا ذهب الى القصبات الهوائيه عمل التهاب الشعب الهوائيه. الكلام ده طبعا مترجم. واذا ذهب البلغم الى الرئتين عمل التهاب رئوي، البلاغم اللي احنا قلنا عليها في الاول في الطب العربي. طيب لو هو راح بالنسبه للبروستاتا، بالنسبه للرجال عمل التهاب البروستاتا والاورام وغيره. طب بالنسبه للسيدات عمل مشاكل الرحم، الافرازات المهبليه، العدوى الخمريه، عمل مشاكل بطانه الرحم. طيب ناخد من الكلام ده وناخد من مشاكل انتاج الخلايا اللي هي الغير متناسقه، ان الخليه او البلغم
ايا كان المكان اللي هيتنحروا فيه هتحصل فيه المشكله. بمعنى بقى ان انا الخلايا اللي هي المتناحره دي لو تنحرت مثلا في العظام هيحصل مشاكل الروماتويد، لو في العضلات هيحصل الفيبروميالجيا، لو صدفت وجت مشكله جت في الجلد هيحصل الاكزيما والصدفيه، الذئبه الحمراء، البهاء. طيب لو جت مثلا في الخلايا الليمفاويه او ما تحت الابط عملت معايا الاورام ومشاكل الثدي والكانسر. طيب لو تنحرت في الدم بيحصل معايا اللوكيميا وسرطان الدم. يبقى احنا كده وصلنا لنقطه تلاقي واحده، ان في الاول وفي الاخر هي عمليه تغذيه، وان الغذاء الجيد لا يسبب امراض. كده يكون وصلنا لنقطه التلاقي الاخيره، وهي قول الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ناخد من حديث النبي عليه الصلاه والسلام: ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. وناخد من قول طبيب الرسول عليه الصلاه والسلام الحارث بن كلده: المعده بيت الداء والحميه راس الدواء. لو احنا قدرنا نبعد عن الحاجات اللي هي الغريبه اللي هي المصنعه، زي الالبان المصنعه، الجبن المصنعه، المقلي، الشاورمات والبرجر والسوسيس والسوسيسي ده. طيب في كمان مشكله بتقابل بعض الناس، وكل ما تيجي تقول له مثلا ما تاكلش عيش عشان العيش بيبقى فيه نسبه جلوتين عاليه، وهي سبب في الموضوع اللي انت فيه. يقول لك هاكل ايه؟ يعني ايه هاكل ايه؟ ما تاكل اي حاجه يا عم، ما تاكل قطعه جبنه قريش بحالها بالمعلقه، ما تاكل طبق السلطه زي الناس، طبق الفول بالشوكه عليه شويه زيت الزيتون الحلوين وزي الفل. ايه المشكله؟ يعني ليه احنا بنعقد الامور؟ بس اتمنى نكون وصلنا لنقطه مهمه قوي، ان المشكله مشكله غذاء، مشكله تغذيه جيده، وليست مشكله مناعيه. احنا عرفنا ان المشكله المناعيه جايه منين. نشوفكم على خير في فيديو جديد. اتمنى لو في اي استفسار او حد مش فاهم نقطه معينه او عنده مشكله فعلا من المشاكل اللي احنا قلنا عليها، اللي هي بتاعه الروماتويد، الفيبروميالجيا، الذئبه، الصدفيه، هي للاسف هتبقى العلاج بتاعها يعني بيستغرق وقت طويل شويه، بس ما خلق الله من داء الا وجعل له دواء. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.